بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم عندي في قناتي زيا كويزين. إن شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم جبت لكم وصفة المملحات اللي هما لي كورني، وصفة تليق لشهر رمضان المعظم، وتجربوها وراح تنجحوا فيها. نحتاج في هذه الوصفة عزيزاتي المبتدئات عندنا كاس حليب ونص كاس زيت وكاس ماء وبيض بيضة ومغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز ومغرفة كبيرة تاع السكر، وعندنا مغرفة صغيرة نص مغرفة صغيرة تاع ملح، ومغرفة كبيرة ماهيش معمرة بزاف تاع الزبدة، وعندنا بطبيعة الحال سانوج. أنا عندي سانوج مخلط بحبة حلاوة. بسم الله نبداو. نجيبو بول نديرو فيه الحليب سوائل، يكون الماء والحليب دافي، ونديرو الزيت، الماء والحليب والزيت، ونفرغوا المغرفة كبيرة هذيك معمرة تاع الخميرة ومغرفة تاع السكر نخلطوهم مع بعض. ندير معاهم زوج مغارف تاع فرينة باش ندير لو الخميرة هذيك باش تخمر لي بالخف. نخلطها مليح مليح كما كنتو تشوفوا هكذا، ومن بعد نغطيها ونخليها شويه تتفاعل ديك الخميره باش نبداو نكملوا في المقادير الاخرى. بعد لي خليناها ارتاحت بضع دقائق نزيدو نخلطوا فيها شويه ونكملوا المكونات. هنايا درت بياض البيضه، عندي بيضه واحده، ندير البياض في العجينه والصفار البيض نحتفظ به لا دوغور تاع لي كورني تاعي. هنايا بديت ندير، درت نص مغرفه تاع خميره الحلويات، كنت نسيت باش نقولها لكم على المقادير الاولى. نصف ملعقه صغيره، ودرت مغرفه صغيره ماشي معمره تاع الملح. وهنايا ندير الفرينه غير بالعقل تدريجيا كما نقول لكم دائما، بشويه بشويه باش نتحكموا في العجينه تاعنا. انا على خضرت لي هنايا 6 كيسان تاع الفرينه، وانتوما قلت لكم كاس بكاس على حسب كل الفرينه كيفاش دايره، نوعيه الفرينه كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش بزاف، يعني بكاس بكاس حتى تطموا العجينه تاعكم كيما كتشوفوا. زيدوا ديك المغرفه تاع الزبده اللي تكون دافيه، يعني بدرجه حراره الغرفه، تعجنيها وتحطيها بجي وتخليها تخمر، وما ديريهاش كما حنا نقولوا جامده، يعني قاصحه، ديريها مطلوقه باش تجيك الكورني تاعك هشاش. هنا عندي زوج كيسان تاع حليب باردين مع زوج مغارف كبار بومبي تاع نشا باش نصنع لا كريم تاع الفرomage. هنايا كما كتشوفي هنايا عندي زوج كيسان حليب، زوج مغارف مايزينا، عندي زوج بواطه تاع الطون، عندي الملح وفلفل، قرصه ملح وشويه فلفل، والفرماج كل انا عندي هنايا تاع القطعه الكبيره اللي عنده مثلثات يدير كل كاس عليه يدير 3 كوب ماشي كوب، بورسيون 3 بورسيون تاع الفرomاج اللي يحبه هو اللي يكون بنين ومتعود عليه على البنه تاعو. هنا كما تشوفوا كما تشوفوا درتو فوق النار الحليب والمايزينا، حرحرتهم في بارد في بارد، ومن بعد نديرهم فوق النار ونبدا نحرك فيهم غير بالعقل بلوحه الخشب ولا فوي ولا شي اللي مضاري تخلطيه به. هنا تخلطيه حتى تعقد لك هذيك لاباغاي، يعني تثقل كما كتشوفي هكذا وتبدا تولي تبقبق لك. واش ديري هنا تكملي المكونات تاعك، اي تجيبي الفرماج، ها هو الفرماج تكوني قطعتيه ولا مقصو تاع بورسيون الشيء اللي راه عندك متواجد، تذوبيه فوق النار في ديك الكريمه اللي درتيها، راح تعطيها بنه هايله. وتزيدي معاها الفرomاج غابي. وشنو خيرو نتوما الفرomاج اللي يكون يذوب بالخف، يكون عنده بنه طعم الشباب ويذوب، كي ديري فيه هذه ما يقعدش هكذاك يبان. انايا درت فرomاج يذوب، غير درتو في مع الحليب هذيك لاباغي ذاب، يعني نتوما خيروا النوعيه المليحه كما كتشوفوا هكا. كي تبدا هكذا تبقبق رفدوها من فوق النار. هنا تعقد لك وتجي بنينه. تزيدي معاها الفرماج،
تزيدي مع عفوا الطون. هنايا هاك تشوفي الفرomاج غابي زدتو معاها، وشوفي كيذوب، يذوب فاسيلمون بالخف يذوب، ما يبانش كاع تقولي درتي فرماج رابي لداخل. يزيد لها البنه، يزيد لها القوام. وكما قلت لك هنايا انا درت الطون تاع الزيت. اللي تحب دير حاجه اخرى طون بصوص طوماط ولا، انا نظن من الاحسن ديري تاع الزيت باش ما يبدلكش اللون تاع لاكريم تاعك. واللي تحب دير باغ اكزومبل عندها داند اشي ولا بولي اشي ولا لا فيوند اشي، هي تانيك تواسيها في شويه تاع زبده كيما نقولوا حنا، تقليها غير شويه زبده وملح وفلفل وتكفي، تخليها تنشف مليح، ما ديرلهاش لاصوص، وتديريها مع هذه لاكريم راح يجيك بنين ثاني. صدقوني هذو لي كورني جاو خفاف وهشاش وبنان هايلين. تجربيهم عزيزتي المبتدئات، احتفظي بهذه الوصفه لشهر رمضان والله ما حتندمي فيها. جاو روعه، بنه لا تقاوم. ومن بعد هنايا حكمتك تشوفي كي خمرت لي العجينه، راني نبسط فيها في بلون دو طرافاي، باسكو راهي شويه جاريه، ترشي شويه فرينه، ماشي جاريه يعني مطلوقه. والعجينه كي تكون مطلوقه تجي خفيفه، تجي سوا خبز سوا هكذاك مملحات ولا كيما شتي هكذاك. قديتها كامل، حيت لها كاع دوك الزوائد من الاطراف. وهنايا تبداي ديري صباعك الدوا تاعك يعني، وتقيسي عليه وتقطعي شرائط اطوال كيما هكا على الطول تاع هذاك الريكتونغل اللي درتيه، وتجيبي لي كورني تاوعك وتبداي تلوي عليهم. اذا مضاريه انتي لي كورني تاوعك يلصقوا، يكون عندك يلصقوا، صبوا دغيهم بالفرينه كيما كتشوفي. يعني وريت لك وحده هكا، درتها لك عمدا، انا ما يلصقوش بس درتها لك عمدا باش تشوفي هكا تتعلمي ديري. اذا كنت شيتيهم جدد وما سيتيهم جامي، ديري لهم في الفرينه ولوي عليهم، ما مش حاجه واعره، حاجه سهله. ومن بعد عندي هذاك الصفر تاع البيضه اللي خليته، درت له انايا شويه تاع الخل باش ينحي له ديك الزلخه تاع البيض. ولا حبيتي ديري حاجه اخرى لافاني ولا اي حاجه حبيتيها القولي حبيتيه، ديري مع البيض وتتزوقيها كما كتشوفي بالزرارع تاوعي اللي درتهم مخلطين انا بحبه الحلاوه. عندك جلجلان ديري جلجلان، الشي اللي تحبي تزوقي به ديريه. وهنا كتشوفي درت الطون في الكريمه باش نعمر لي كورني تاوعي. وهنا شوفي لي كورني كيفاش خرجوا شابين، خرجوا حميمرين. طيبيهم مليح، سخني الكوشه من قبل واحد ربع ساعه تسخن لك مليح، وديري درجه الحراره 180 وطيبيهم على غرضهم، يعني خفاف بالخف يطيبوا ما يشدوش وقت. حمريهم مليح من الفوق ومن التحت، وكي تجي تنحيهم يتنحاو فاسيلمون. وشنو بالخاطش ما توصليش العجينه حتى تفوتي الحديد، يعني تحت هذاك المول كملي الصف تاعك تالي باش كي ديري تكون فاسيلمون تجبدي، تقدري تشدي الحديد وتجبدي داك الكورني. ينجبدوا فاسيلمون ما فيهمش تعب. كما كتشوفي هاك جاو خفاف ومحمرين شابين، وكي تعمريهم البنه هذيك بنه هايله. وهنا نروحو نعمروهم بالكريمه. نسيت باش نقولك ما قبل، حتى الكريمه تبرد لك باش ديري لها الطون، ما ديريش هو سخون، كي تبرد شويه ديري لها الطون. كما كتشوفي عمرتهم ودرت لهم زدت لهم من برا الفرomاج غابي. شوفي كيفاش جاو طريين، جاو هشاش. جربيهم ما تندميش فيهم. ما تنساوش ابوني والجيم وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد من عندي. ما عليا غير نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.